السلام عليكم على صياح دفعة 2024. الفيديو ده انتوا طالبينه من ايام ما خلصتوا تانية ثانوي، وانتوا عمالين تكتبوا في الكومنت وكمان عمالين تبعتوا لي برايفت وعمالين تصيحوا كده مش عارفه من ايه وانتوا لسه في اولها. انا بس كنت مستنيه الوقت المناسب اللي انزل فيه الفيديو ده. مبدئيا وبدون اي مبالغه الفيديو ده يكون اهم فيديو هتسمعه طول رحلتك في ثانويه عامه، ده اهم فيديو هتسمعه فعلا. وانا لما مش بطبق الكلام ده او مش بمشي على النصايح دي حرفيا بتعذب في الدراسه زي ما اتعذبت كده في الكليه بالظبط. انا في الكليه اهلكت نفسي ان انا كنت بعدت عن النظام اللي انا كنت ماشيه عليه في ثانويه عامه. فالكلام اللي هقوله ده النهج اللي انا كنت ماشيه عليه وبجد مهم جدا، واسمعوا الفيديو للاخر ويا ريت يكون فيه ورقه وقلم ويلا بينا. اول نصيحه لازم تبدا يومك الفجر. انا عارفه ان انتوا دلوقتي نومكم ملخبط عشان مش وراكم حاجه، والواحد لما يكون مش وراه حاجه يصحى علشانها مش هيصحى وهيفضل نايم وهيشقلب الليل نهار والنهار ليل. بس حقيقي هتلاقي فرق شاسع في حياتك لما تظبط يومك وتبدا يومك الفجر. اولا صحتك النفسيه تتحسن جدا لان الهرمونات بتاعت جسمك متظبطه، وكمان كل ده بيساعد على الانجاز والانتاجيه، وانت محتاج كده جدا في ثانويه عامه ومحتاج ان يومك يبقى طويل جدا. انا كنت كده طول ثانويه عامه، والوقت اللي لخبطت نومي فيه كان في اخر رمضان، حرفيا جالي اكتئاب بالمعنى الحرفي. وانصحكم وبشده ان انتوا تشوفوا فيديو قصتي في ثانويه عامه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. الفيديو ده مش رفاهيه خالص، انتوا لازم فعلا تشوفوا الفيديو ده، هيفرق جدا معاكم لما تشوفوا كده القصه كامله او السنه كامله كستوري مثلا، وانتوا تشوفوا النهج العام بيبقى ماشي ازاي. وكل ما تلاقي امرك اختلط عليك في امر، شوف ربنا قال لنا ايه. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن ناحيه الابحاث، وطبعا ما فيش اي حاجه فوق كلام ربنا، عندنا هرمون الكورتيزون وهرمون الدوبامين المسؤولين عن النشاط والانتاجيه بيتفرزوا من وقت الفجر لحد الساعه 10. دي اهم حاجه لان دي بدايه كل حاجه بعد كده. اظن الرساله وضحت. تاني نصيحة تخص الدروس والمدرسين وتركزوا بقى معايا. أول حاجة أنت حياتك كلها ودروسك تبدأ من شهر 8. أول سؤال هتسأله دروس أونلاين ولا سنتر؟ خدوها نصيحة من أختكم بجد، خلوها سناتر. عاوز تاخد أونلاين خليه أونلاين بس بجانب السنتر، لازم تلتزم ولازم يكون في سنتر عشان تلتزم. أنا مش قادرة أوصف لكم كم الرسائل اللي كانت بتتبعت بسبب التراكمات وبسبب المشاكل اللي كانت من دفعة 2023 اللي كانوا بيروحوا أونلاين. انا طبعا مش بقول ان الاونلاين وحش، بل بالعكس تماما، ولكن انا بقول ان انت عشان تلتزم طول الشهور دي كلها وطول ثانويه عامه وانك تبدا صح وما تركمش اي حاجه، لازم يكون في مدرس قدامك. طبيعي انك هتضعف، الطالب لازم يضعف، هو بجد لازم يضعف مهما كان حصل هو بيضعف. لازم يكون في مدرس قدامه، والمدرس ده هو اللي بيشجعك. لكن انك تمشي وتلتزم مع نفسك كده صدقني مش هينفع. حاول تخلي يوم او يومين فاضيين في الاسبوع من الدروس، وخلي دروسك كلها ورا بعض. انا فاكره ان انا عندي يوم السبت ده كان دروسي كلها ورا بعض، اليوم ده كله كان كله دروس، وكان عندي حد واربع كان فاضي، ويوم الجمعه كان فيه درس واحد بس. طبعا مش طول السنه كنت ملتزمه ان الحد والاربع كانوا يبقوا فاضيين، احيانا كنت بلحق اروح الفيزياء في يوم السبت وثلاث فاروح الحد واربع. المهم يعني الخلاصه ان انا كان على الاقل كان عندي يومين فاضيين، وكمان كان يوم الجمعه فيه درس واحد بس. كنت بحاول اخلي دروسي كلها ورا بعض. اعملوا كده، لازم يكون عندك ايام فاضيه في الاسبوع. حاول بقدر الامكان، لو عرفت تعمل كده اعمل، ما عرفتش خلاص مشي امورك بتمشي عادي. اختيارك للمدرسين مهم بشكل لا يوصف. انت لازم تختار المدرس اللي ملتزم واللي حاسس بالمسؤوليه تجاه الطلبه بتوعه. المدرس ده انت تكمل معاه 11 شهر وهو بجد المسؤول عنك، لان زي ما قلت ان الطالب بيضعف، لازم المدرس يقومك ويلتزم معاك ويكون دايما مشغلك ودايما فايق كده معاك. علشان تختار مدرس، اقل حاجه عشان تحكم فيها على مدرس تجرب 3 حصص، ولو المدرس ده بياخد الشهر من اول حصه خلاص احضر اول حصه دي واسال اي حد من الدفعات اللي قبل كده. بس لما تيجي تختار مدرس، اختار مدرس ملتزم ودايما حاسس بالمسؤوليه، وكمان دايما بيطور من نفسه تجاه الطلبه بتوعه، ومهتم بيهم ومهتم بحضورك وغيابك ووجودك. لازم مدرس يكون ملتزم معاك، وده اهم اختيار ليك. تالت نصيحه صبرك على المذاكره لحد ما تكتسبها كعاده. بمعنى ايه؟ ما تعلاش بحماسك قوي فتعالي الكيرف بتاعك قوي فتنزل مره واحده، وما تنامش قوي فالكيرف بتاعك يبقى تحت وما نعرفش نعليه تاني. لا تبقى كده ولا تبقى كده. انت تروح دروسك مع المدرسين اللي انت اخترتهم هم قد المسؤوليه ارجوكم يا جماعه، وبعد كده تمشي معاهم واحده واحده عادي جدا. والمذاكره تبقى بضمير من الاول، وخصوصا الفيزياء العلمي والتاريخ الادبي. المادتين دولت لازم تذاكروا بضمير، وكل حاجه تذاكر بضمير، بس في شهر 8 الاهميه الكبرى بتبقى للفيزياء شويه. اي ماده تانية بتاخد منها حاجات بسيطه حاجات بسيطه علشان ترست في الاول، فبتقوي عضله المذاكره عندك. رابع نصيحه مهمه جدا، بيئه المذاكره بتاعتك لازم يكون في مكان مخصص كده انت بتقعد وبتذاكر فيه، والمكان ده يكون فيه كل حاجه جنبك، كتبك واقلامك واوراقك وازازه الميه بتاعتك. وازازه الميه تكون متلجه علشان ما تسخنش وتسيح وبقى واقوم عشان الميه سخنت. حاول تظبط كده دنيتك عشان ما تقومش خالص من المكان اللي انت قعدت فيه، ما تقومش. ولو مش متوفر ليك انك تقعد في اوضه لوحدك مفيش مشكله، حاول تشوف المتاح وحاول تظبط. يعني حاول تشوف المتاح اللي قدامك وحاول تتصرف على اساسه، وما تقولش بقى لو كان عندي القلم السحري ده كنت هذاكر وكنت هشقلب الدنيا. ارمي نفسك وذاكر، المتاح قدامك ذاكر بيه، المهم تذاكر. انما بقى موضوع ازاي اذاكر اصلا ان انا مش عارف ازاي اذاكر اساسا، ده كان موضوع اول فيديو هنا على الشانل. طبعا هتلاقوا فرق في شكلي، بس بجد يعني بعيدا عن كل ده الفيديو بجد مثمر جدا وخلاصه سنين من ازاي اتحولت من شخص مش عارف يذاكر اصلا لشخص حابب انه يذاكر. دلوقتي محتاجه فيديو، محتاجه فيديو لوحدها. اكتبوا لي كده في الكومنت لو انتوا عايزين فيديو مثلا ازاي شخص اتحول ان هو مش عارف يذاكر اصلا لشخص حابب انه يذاكر. فانا حابه ان انا اذاكر، مش على طول حابه، بس لما بذاكر بفرح. خيرك النقطه اللي بعدها.
خامس نصيحة وادي لها تركيز كده عالي، كله مهم وكله له تركيز، بس دي عالي ليفل التركيز فيها شوية لأنها عن أصحابك وعلاقاتك. أنا في ثانوية عامة في ثالثة ثانوي بالأخص أول مرة أتقرب من الشلة بتاعتي قوي، أول مرة أتقرب منهم جدا، وكانوا بصراحة شلة صالحة وأصحاب صالحة جدا وكانت صحبة صالحة، وأنا ممتنة جدا الأيام دي إن هي جمعتنا مع بعض. فناخد بالنا من صحابنا جدا جدا. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، يعني انت على دين خليلك لو على دين صاحبك، يعني واخد الدين اللي هو مفيش بعد كده، فانت على النهج بتاع صاحبك ده. فلو التمست في صاحبك او صاحبتك، لو التمستوا فيهم ان انت التمست فيهم السلبيه او الكذب او اي شعور سيء تجاهك او تجاه اي حاجه، او خصوصا هو مثلا شخص كثير الشكوى، ابتعد تماما، ابتعد وابتعد بشياكه. يعني ايه؟ يعني ما تعملش مشاكل مع حد، ما تروحش تلوم حد ولا تعمل مشاكل ولا اي حاجه خالص، ابتعد بشياكه وخلي علاقاتنا كده حلوه وسطحيه. وعلى كل في جميع الاحوال خلي علاقاتك سطحيه، سواء كانت صاحبه صالحه سواء كانت ناس انت عاوز تبعد عنهم. ليه بقى خلي علاقات سطحيه؟ لان العشم الزياده بيجيب مشاكل واحنا مش عاوزين مشاكل، احنا مش فاضيين المشاكل. سادس نصيحه الفون بتاعك. لما كنت في ثانويه عامه كنت منزله ابلكيشن اكشن داش، والابلكيشن ده على فكره للاندرويد بس. المهم الابلكيشن ده بيعمل ليميت للسوشيال ميديا، يعني مثلا انت حددت مثلا وقت معين للفيسبوك تستخدمه النهارده، بعد الوقت ده الابلكيشن ده هيقفل خلاص وتماما. يعني انا بقى كنت بعمل ايه في طول الثلاث سنين بتوع ثانويه عامه؟ لما بيجي عيد ميلادي كده بالسلامه 25/9 كنت محدده عيد ميلادي بحاجه معينه لازم اعملها، هو ان انا امسح كل السوشيال ميديا اللي عندي واسيب بس الواتساب، واعمل ميوت لكل الستوريز اللي موجوده في الواتساب، واسيب الواتساب طبعا علشان جروبات الدروس. انا متاكده مليون في الميه ان في حد بيعمل كده، متاكده. طبعا لما كنت بشتاق مثلا السوشيال ميديا او احب ان انا انشر ستوري على الانستجرام، كنت بنزل الانستجرام عادي واقعد انشر ستوري وبعد كده ارجع امسحه تاني، وحوارات كده بتحصل كتيره طول السنه. وبس كده، وكانت الايام الحمد لله بتعدي، وما كنتش بستخدم التابلت بتاعي غير ان انا كنت بعمل تايمر للمذاكره اللي هو ساعه ونص، وده اللي قلته في فيديو ازاي اذاكر. وطبعا ما كنتش اعرف حوار تهكير التابلت. وبجد يا جماعه لو انتوا عايزين تحسوا بالبركه في يومكم وعايزين تحسوا بالانجاز اللي بجد، طلع موبايلك ده بره اوضتك تماما، بره المكان اللي انت قاعد فيه، وهكر التابلت بتاعك واستخدمه، نزل عليه اليوتيوب وطبعا عليه اللي هو التايمر وبس كده. والتايمر ده اللي هو يحسب لك جلسه المذاكره بتاعتك، جلسه المذاكره اللي هي تقعد ساعه ونص او ساعه، وده اللي قلته في فيديو منفصل لوحده يعني. ودفعه 2023 زهقوني في نقطه طب الوزاره، طب الامتحانات التجريبيه، طب احنا ممكن نحتاجه، ولا كان ليه اي لازمه في النهايه. خلاصه النصيحه ستة، هكر التابلت بتاعك واستخدمه وطلع الموبايل بتاعك بره اوضتك تماما. سابع نصيحه البريك، وخصوصا ان انتوا لسه في الاول، فطبعا عشان ما يحصلكمش بيرن اوت في نص السنه او في الاخر، فلازم تهتموا بالبريكس جدا. انا كزهراء كنت باخد يوم الخميس من كل اسبوع، نص يوم الخميس كان من كل اسبوع كبريك ليا، مش بعمل فيه اي حاجه. من بعد الظهر لحد اخر اليوم كده ما كنتش بعمل فيه اي حاجه، من الفجر للظهر كنت بذاكر فيه اي حاجه متبقيالي، وخصوصا ان انا كان ورايا اصلا درس يوم الجمعه. هو المفروض ان انا اقول لكم يوم كامل في الاسبوع ما تعملوش فيه اي حاجه، بس قلبي مش مطوعني ان انا اقول لكم حاجه زي كده، وخصوصا ان انتوا لما تدخلوا شويه في السنه بعد نص سنه كده تحسوا ان الوقت ضيق جدا معاكم ومش هتعرفوا تاخدوا نص اليوم ده كمان. فانت من الاخر تهتم ان انت تحاول ترفه عن نفسك بقدر الامكان. تامن نصيحه، عقليه الشخص الناجح دائما قائمه على سعيه في الوقت الحاضر، مش فاهم حاجه. ركزوا معايا، المثال عليكم بينطبق على اولى وثانيه ثانوي. يعني انا مثلا كنت شاطر في اولى وثانيه ثانوي، فخلاص هبقى شاطر في ثالثه ثانوي؟ مش بالضروره، مش بالضروره، علشان لازم تجتهد زياده كمان علشان تكون كمان شاطر في ثالثه ثانوي. طب انا ما كنتش شاطر في اولى وثانيه ثانوي، يبقى كده مش هبقى شاطر في ثالثه ثانوي؟ مش بالضرورتين، مش بالضروره واحده. ثالثه ثانوي منفصله عن اي حاجه قبلها، يعني هي ثالثه ثانوي كده لوحدها كده منفصله. فعقليه الشخص الناجح بتعتمد على مذاكرته واجتهاده وسعيه في الوقت الحاضر، مش على الماضي بتاعه. وما تحطش تجارب الناس اللي قبلك بالضروره انها تبقى تجربه ليك. يعني مثلا كان حد في عيلتك انت عارف ان هو شاطر جدا ولم يوفق، وتقول لي يا دكتوره والله ده كان شاطر جدا هو كمان موفقش، فانا اكيد كمان انا كمان مش هوفق ومش هجيب المجموعه. اولا هو موفقش يعني من وجهه نظرك انت، ولكن الشخص المجتهد اللي بجد بيدوس في اي مجال وبينجح فيه. الشخص المجتهد طالما ان هو طبعه كده في اجتهاد، حرفيا بيدوس في اي مجال وبينجح فيه، فده مش معضلتك وده مش موضوعك. تاسع نصيحه، التوفيق هيجيلك من قربك لربنا. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك هتقرب من ربنا علشان امتحانات ودرجات وثانويه عامه. ما تخليش الشيطان يضحك عليك، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان احنا نلجا ليه في الازمات. ربنا سبحانه وتعالى قال اما يجيب المضطر اذا دعاه، يعني انت مضطر فتقرب منه فتدعيه. فادعي ربنا دايما وقرب منه وسل منه التوفيق. لازم تدعي ربنا بالتوفيق دايما. عاشر نصيحه، اوعى تفكر في المستقبل، لان المستقبل ده بيتشكل من الحاضر اللي انت فيه. ده اذا كان لينا نصيب ان احنا نشوف المستقبل اصلا يعني. بمعنى ان انت طول السنه بتبني عقلك وبتبني نفسيتك هتبقى عامله ازاي في ايام المراجعات وايام الامتحانات. يعني لو انت ذاكرت بضمير من اول السنه وما سوفتش اي حاجه وكنت طالب منضبط وملتزم بكل حاجه، وكمان كنت بتزود، طبعا الزياده دي في الاخر مش في الاول، كنت بتزود وكنت بتحاول انك تجتهد مع نفسك،
هتيجي في وقت الامتحانات طبعا مرتاح، وقت المراجعات بتريح نفسك جدا. وطبعا لما الواحد بيراجع حاجه وهو مذاكرها بضمير غير لما يراجع حاجه وهو مذاكرها بكروته فهو اصلا مش فاكرها. كل ده بيتشكل من الحاضر اللي انت فيه لما تعمل كل اللي عليك في الوقت اللي قدامك، فتيجي تدخل الامتحانات ان شاء الله وانت عملت كل اللي عليك. انا عملت كل اللي عليا. لا هتاخد ايه ولا كام وليه، ده العشق لو من قلب طالع. انا كنت داخله الامتحانات بتاعتنا بتاعت اخر السنه انا بجد ما كنتش خايفه، اللي هو انا كنت وصلت لمرحله سلام نفسي، اللي هو انا اعمل ايه تاني، اعمل ايه تاني علشان خلاص ما فيش كده، خلي الامتحانات تيجي بقى عشان انا ما فيش حاجه تانية اقدمها. فما تعطيش اهتمام بالمستقبل بقدر اهتمامك بالحاضر اللي هيوصلك للمستقبل اللي انت عاوزه ان شاء الله. حاجه بقى اخيره هي المفروض تبقى نصيحه، بس انا عشان اسم الفيديو انا عايزاه يبقوا 10 هم يبقوا 10 بس، فانا اعتبر كده دردشه ما بيني وبينكم. الحاجه دي محدش يعرفها اصلا، يعني ما قلتهاش لدفعه 2023، محدش يعرفها غير انا وماما، وطبعا انا يعني وماما وواحده صاحبتي كمان. اسم النصيحه عامه ان انت ما تهربش من المسؤوليه اللي عليك وتحدد اولوياتك، يعني مثلا البرمجه والفوتوشوب والديزاين واي حاجه تخص الكمبيوتر بقى ايا كان. طب المقالات، طب الصحف، طب اي حاجه، الحاجات دي حلوه جدا. ثانويه عامه ايه دي اللي ابص لها اساسا؟ انا اروح اتعلم الحاجات دي وانا على فكره نينجا جدا وهمشي الاثنين مع بعض. واي هبل 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 اللي دماغك بتصيع عليك، يعني انت عاوز تهرب من المسؤوليه اللي انت فيها، انت مش محدد اولوياتك. وعلى فكره انا كنت كده، يعني مثلا جات لي فتره برضو كنت في الاول يعني عامه ما كنتش وراها حاجه. ثانويه عامه ايه بس، ده انا ثانويه عامه دي بالنسبه لي حاجه تافهه جدا، ده انا هقدر امشي الاثنين مع بعض واتعلم وهعمل حاجات كتير. هبل يا جماعه بجد. احب اشكر عامه مستر عماد، لان هو المستر ده نصحني وقال لي ما تعمليش كده، انت في مرحله استثنائيه لما تخلصي من ثانويه عامه الاول بعد كده بقى نشوف الموضوع ده. ولما خلصت من ثانويه عامه اصلا ما حبيتش البرمجه ومش حباها ومش طايقاها وحاجه مش عايزه اتعلمها اساسا. المهم يا جماعه لازم تحضروا اولوياتكم وما تخلوش دماغكم تصيع عليكم. اي هوايه انت حاببها عامه مش وقتها، يعني مش وقتها خالص. فخليك انت في ثانويه عامه الاول، لما تخلص ان شاء الله بالسلامه تبقى تشوف الحاجه اللي انت عاوزها. واي بروميس ان الحاجه اللي انت عاوزها دي مش هتعوزها بعد كده تاني. بس كده، واخيرا وصلنا لاخر الفيديو. انا بجد تعبت قوي قوي وانا بصور الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا رايكم في كومنت تقديرا للمجهود ده يا جماعه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا دفعه 2024. ربنا يوفقكم ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. ما تنسوش تعملوا فولو للحاجات اللي انا هحطها لكم هنا دي. وباي باي.